هل لسه محتاجين نتكلم على قد ايه احمد الفيشاوي ممثل تقيل؟ الراجل عامل 4 شخصيات في شخصية واحدة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الافلام، والنهاردة معانا فيلم سفاح التجمع بطولة احمد الفيشاوي والكثير من الفنانين التقال جدا. وكالعادة نبدأ بقصة الفيلم. سفاح التجمع واضحة الحقيقة، رغم ان الفيلم بالنسبة لي كان اقل من التوقعات الا انه لسه فيه ايجابيات كتير. فتعالوا نبدأ بالايجابيات. نبدأ بالعالم. العالم كما هو متوقع عالم واقعي بالكامل، سهل تفهم كل شخصياته، سهل تتعاطف معاهم، تفهم دوافعهم وهم بيعملوا كده ليه، وده يخليك مرتبط بالشخصيات لحد كبير جدا. الجانب المفضل بالنسبة لي ان اغلب الشخصيات الجانبية ليها قصة منفصلة وباك جراوند واضح تماما، لدرجة ان اغلب الشخصيات الجانبية ليها قصة كاملة لوحدها، بداية ووسط ونهايه. ومش ببالغ لو قلت لك ان القصص الجانبيه دي يمكن تكون محبوكه وموزونه اكتر من القصه الرئيسيه بتاعتنا، وده خلاك تتعلق بالشخصيات الجانبيه بالكامل. الناس دي مش جايه تأدي دور في القصه دي وتمشي، الناس دي ليها حياه كامله وانت بقيت قادر تشوف وتستوعب وتتعاطف مع الحياه دي. الجوانب الدمويه في الفيلم جريئه وقويه وواضحه جدا. احنا بنحكي قصه قاتل متسلسل، ما ينفعش نكون جبنه، والفيلم ادرك ده بالكامل على الاقل في الجانب الدموي. في الاداءات التمثيليه بقى حدث ولا حرج. انت عندك انتصار، سينتيا خليفه، مريم الجندي، وطبعا آية سليم. كل الناس دي عامله اداءات جامده جدا. انتصار يا جدعان رهيبه، قادره لو في مشهد واحد ان هي تبني لك شخصيه كامله. سينتيا خليفه ادائها حلو جدا في الكام مشهد اللي ظهرت فيهم، قادره تأدي شخصيتها بكامل جوانبها. وهنا نيجي للاتنين التقال بجد. مريم الجندي دورها حلو جدا جدا جدا، عندها كام مشهد تمثيل بجد ادائها حلو جدا، مؤثر، منطقي، تتعاطف معاه، تصدقه 100%. آية سليم واكتر قصة تعتبر واخدة مساحة، دورها حلو جدا، مؤثر بالكامل. كل جوانب الشخصية دي مؤثرة ولذيذة وتتصدق بكل تفاصيلها. هل لسه محتاجين نتكلم عن قد ايه احمد الفيشاوي ممثل جامد جدا؟ الراجل عامل 4 شخصيات في شخصية واحدة. تحس ان شخصيته كأب غير شخصيته كابن غير شخصيته كقاتل غير شخصيته كمتهم. كل الشخصيات دي مختلفة، ومع ذلك تحس ان كل الشخصيات دي مرتبطة لانهم شخصية واحدة، وهو قادر يعمل الخلل ده بالكامل. ما افتكرش ان انا شفت شخصيه لاحمد الفيشاوي وحسيت ان انا شفتها في فيلم تاني لاحمد الفيشاوي. هو قادر يعمل شخصيات كتير جدا كلهم مش شبه بعض، ودي عبقريته. مفيش ولا شخصيه من اللي عملها شبه التانيه، ومع ذلك اداؤه في كل واحده رهيب. وكالعاده الحاجات اللي بنقفل بيها الايجابيات، سينماتوجرافي وكادرات حلوه جدا. تعالوا لي بقى للسلبيات عشان الموضوع كبير. مشكلتي الأساسية مع الفيلم ده هي مشكلة السرد والقصة. بكل تأكيد أنا فاهم إنك بتتكلم عن قصة حقيقية، ولكن في حاجات كتير قوي مش منطقية، وفي حاجات كتير قوي مش متبررة، خصوصا في أداء بطلنا. في الحياة الحقيقية ممكن تحصل حاجات بلا أي سبب، بلا أي مبرر، بلا أي داعي، ولكن الحاجات دي لما تيجي تنقلها في قصة لازم تبررها بالكامل. حتى لو عن قصة قاتل حقيقي لازم تخلي كل الحاجات دي منطقية وكل الحاجات دي مترتبة بالكامل. هو لو لازم يستفز عشان يقتل واحدة، في بنات قتلت من غير ما يستفز بالكامل، في بنات استفزته وما قتلهاش، في بنات قتلها بعد ما استفزته بفترة طويلة جدا، في بنات قتلها من غير ما تعمل حاجة. كل الحاجات دي حتى لو حصلت في الحقيقة كونها تحصل في الفيلم بلا أي مبرر، دي غلطة كبيرة جدا. جانب الماسك اللي واخد جزء كبير من القصة، اللي واخد جزء كبير من البوسترات، اللي واخد جزء كبير على إنه حاجة المفروض تتبرر وعلى إنه حاجة المفروض منطقية، في بنات اتقتلت من غير ما يلبسوا. هو ده مش قاتل متسلسل يا جدعان؟ يعني المفروض يبقى فيه تسلسل، المفروض يبقى فيه خطوات بتحصل مع كل جثه. برضو عشان الالتواءات، لو عايز تقول لي ان ده حصل في الحقيقه وانك انت مش محتاج تبرره، رغم ان ده ضد القصه وضد الروايه بالكامل، اساليب الروايه واساليب حكي الحدوته ضدك تماما، ولكن حتى لو مشيت معاك فانت بنفسك كاتب في التتر مستوحى من احداث حقيقيه. انت مش عامل بايوجرافي لسفاح التجمع، انت عامل قصه مستوحاه من قصه سفاح التجمع، فانت المفروض تبرر لي كل حاجه، حتى الحاجات اللي مش متبرره في القضيه. بالمناسبه بنت انتصار فين؟ بنتها اللي قعدنا نلمح لها ان هي قعدت معاه فتره كبيره وان هو كان بيحبها وبيستريح لها وكل الحاجات دي، ليه ما حكيناش قصتها؟ ليه في الاول حكينا قصه جثتين شبه بعض تماما، ما فيهمش اي تطور، ما فيهمش اي اختلاف من جانب القصه، وسيبنا قصص كتير تانية كنا ممكن نحكيها؟ ايه اللي خلاك تنقي ال4 قصص دول تحديدا اللي تحكيهم، كونهم ما فيهمش غير شخصيتين بس مثيرين للاهتمام والثالثه مراته؟ يعني قصص الجثث المثيره للاهتمام بالنسبه لي قصه آية سليم، قصه مريم الجندي، قصه سينتيا خليفه. وسينتيا خليفه ما ماتتش حتى، يعني دي ما تعتبرش من قصص الجثث، علما بانه قصه آية سليم مش مبرره اطلاقا. هي ماتت ليه؟ الست استفزته وكانت تستاهل تموت في كتير من اللحظات، فجاه في قعده صفا قرر يقتلها.
فاهم ان ممكن تكون ناس شايفه ان هو مضطرب فممكن اي حاجه تحصل، ولكن انا شايف ان اي حاجه لازم تحصل بمبررات حتى من اكتر شخص سايكو في الدنيا، خصوصا لو انت بتحكي قصته. الكلام ده مش في الحقيقه، الكلام ده لو في الحقيقه مش محتاجين له اي مبرر، ولكن انت اللي المفروض تملى الفراغات دي، انت مؤلف. الجانب بتاع امه ده متناول باكتر طريقه جبانه في الدنيا. احنا عمالين نحسس على الموضوع، مش عايزين نواجهه مواجهه صريحه. هي امه اللي خلته سايكو. استخدم ده في اي حاجه، استخدم ده انت عندك كمية حاجات تستخدمها رهيبة. مفيش مواجهة، مفيش انفعال خيالي، مفيش أي حاجة في الجانب ده. مفيش مشهد صنع بجد، مفيش مشهد سيكبة بجد، مفيش مشهد زي المشاهد الدموية اللي عملتها بكامل الجرأة دي، مفيش مشهد قلت تعمله بكامل الجرأة عن كيفية صناعة الوحش ده. مش منطقي وفرصة مهدرة لقصة حلوة جدا. لو جينا نتكلم عن عيوب طبيعة السرد كمان هنلاقي ان مفيش اي تصاعد درامي، مفيش اي تصاعد، مفيش اي توتر، مفيش اي تنس بيتبني غير اما بيجي يقتل واحدة. انما غير كده القصة ماشية بثبات، مفيش اي تصاعد، مفيش اي تحقيق. تعالوا انا اتذكرت، انت تحقيقك كله عباره عن ناس بتبص على الكاميرات. الفيلم متكروت كروته صعبه، ومكروته في اهم حاجه في القصه، ده اساس كل حاجه. لا عندك تحقيق، لا عندك تصاعد درامي، لا عندك بناء لشخصيه متكامل، مفيش. انت الشخصيات الجانبيه عندك مبنيه اكتر من شخصيتك الرئيسيه. دي كارثة. أخيرا عارف ومدرك بالكامل إن الفيلم مش أوحش حاجة، وإن الفيلم حاول في حاجات كتير جدا، وأنا بحترم ده بالكامل، ولكن الفيلم عنده فرص مهدرة كتير جدا، والقصة فرصة مهدرة بالكامل، والممثلين فرصة مهدرة لدرجة تحزن. ولكن في المجمل الفيلم مش أوحش حاجة. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رأيك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناة وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. فرق في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.